بالنسبة لسؤال أختنا الثاني ألا وهو ظهور المشايخ في الفضائيات جزاهم الله خيرا، وبعض إخواننا ممن يرون عدم جواز ظهور المشايخ على الفضائيات باعتبار أن هذا التصوير حرام. وقد تكلمت في هذه المسألة قبل ذلك وقلت بأن يعني لا ينبغي لإخواننا الذين يتبنون مثل هذا أن يسفهوا رأي إخوانهم الذين يتبنون الرأي المخالف، وأسأل الله أن يرزق الجميع الصدق وأن يرزق الجميع الإخلاص. والاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، فالخلاف هنا ليس في الدليل، الخلاف هنا ليس في الدليل، وإنما الخلاف في إسقاط هذه الأدلة العامة والأحاديث العامة في حرمة التصوير التي قالها البشير النذير على مثل هذا التصوير، أو كما قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هل هذا التصوير الذي نراه الآن هو الذي تنسحب عليه هذه الأدلة؟ هذه المسألة هنا محط الخلاف، أو هنا محل النزاع ومحل الخلاف. فلا ينبغي على الإطلاق على إخواننا أن نسفه رأي إخوانهم ممن نفع الله عز وجل بهم على شاشات الفضائيات. وأنا أعتقد أن العلماء من أهل الفضل قد تأخروا سنين طويلة حين تركوا الفضائيات وتركوا الإعلام للفاسدين والفاسقين والمتحللين والمتطرفين أخلاقيا. أتصور وأعتقد اعتقادا أدين به لله عز وجل أننا تأخرنا كثيرا، لكن لم يكن الأمر بأيدينا، ولكن في الوقت الذي شاء الله وقدر الله ظهر إخواننا من أهل العلم على شاشات الفضائيات ونفع الله عز وجل بهم كثيرا كثيرا، ولا ينكر ذلك إلا جاحد، ولا ينكر ذلك إلا أعمى البصر وأعمى البصيرة. لا ينكر نفع الله عز وجل بإخواننا من أهل العلم والفضل الذين ظهروا على شاشات الفضائيات للمسلمين في أنحاء الأرض، في أنحاء الأرض لا ينكر هذا الفضل إلا جاحد أو أعمى البصر أو أعمى البصيرة. وأسأل الله عز وجل أن يزيد النفع بهذه الفضائيات، وأن يزيد النفع بإخواننا من أهل العلم والفضل والدعاة إلى الله إنه على كل شيء قدير. الأمر يحتاج من إخواننا الذين يظهرون على الفضائيات إلى مزيد من التجرد وإلى مزيد من الإخلاص وإلى مزيد من يعني الاجتهاد مع